اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين. خناقه ما بين مرتضى منصور وخالد الغندور. خالد الغندور الدائم التطبيل لمرتضى منصور بيخرج عن صمته ويتهم مرتضى منصور ومجلس ادارته بالعمولات والسمسرة، ومرتضى منصور بيقول له اخرس يا واد ما اسمعش حسك تاني، انا اشرف من الشرف، انا ضد الفساد ومؤلف كتاب مرتضى ضد الفساد، انا رمز للاخلاق. مرتضى منصور بيخوض في شرف خالد الغندور، فيديو ناري وفيديو جبار ومقاطع هتهز الوسط الرياضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا ابو الصحاب، انتهى شهر العسل ما بين مرتضى منصور وخالد الغندور. خالد الغندور دائم التلون واللي بيلعب على كل الاحبال، لما يكون في قناة الزمالك يطبل لمرتضى منصور، مشي مرتضى منصور ما يذكرش اسمه خلاص بقى الرئيس المتجمد، يرجع مرتضى منصور يبقى معالي المستشار حامل حمى وحامي الديار. مرتضى منصور الاسد الجسور اللي بيجيب حقوق النادي وحقوق اللعيبه وحقوق الجماهير. مرتضى منصور يبقى الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، يسيب قناه الزمالك ويطلع على الأون يمدح في الاهلي والنادي العظيم نادي البطولات، يرجع تاني قناة الزمالك يبقى الاهلي اكبر مفسدة في مصر واتحاد الكورة مرعوب من الاهلي، يطلع على الاذاعة مع زوجته الفاضلة يبدأ يلعب على الطرفين، يعني بياكل على كل المائدة لحد ما طلع موضوع العمولة والسمسرة، ويطلع مرتضى منصور يهاجم في خالد الغندور، وخالد الغندور يفتح النار على مرتضى منصور. يعني مفيش حد كده ولا كده في مجلس الإدارة بياخد عمولة يا معالي المستشار عشان يرد مرتضى منصور اخرس يا واد ما اسمعش حسك تاني. في إهانة واضحة وضوح الشمس لخالد الغندور، بس ده عادي بالنسبة للغندور، ما قال قبل كده مع مصطفى جويلي ان ده يعني مش إهانة وملوش علاقة بالكرامة، لكن امتى هتحس ان الموضوع جه على كرامتك يا بندق؟ امتى هتفهم ان مرتضى دايس عليك وحاطط على رقبتك رجليه وبيعمل فيك اللي هو عايزه؟ لكن المرة دي خالد الغندور بيطلع عن صمته وبيرده بقوة زملكاوية، بيقول له ما انت طول عمرك بتتهم الناس بالباطل. الله 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 الله، الموضوع كده كبر والموضوع وسع. بندق بيقول للمرتضى منصور انت طول عمرك بتتهم الناس بالباطل؟ لا 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 لا، انت اكيد كنت واخد حبيتين شجاعة يا ابو البنادق، بس في الحتة دي الله عليك يا جدع، ايه الحلاوة دي؟ فعلا فعلا يعني خالد الغندور خلاص يا اخوانا فاق، بس على الله ما يجيش بالليل يرجع يطبل تاني لمرتضى منصور، ما هو بيلعب على كل الاحبال زي ما قلنا. طب انا بقول كلام كده بالفاضي؟ هقول لك لا، تعال اسمع معايا المقطع ده وشوف الخناقة ما بين مرتضى منصور وما بين خالد الغندور ونرجع لبعض من تاني. يا اخي شوفوا ناديكم بيحصل فيه ايه، شوفوا النادي بيتبهدل، النادي بيتدمر، لا عارفين نشتري لاعب من ساعه ما جت اللجنه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، كله خايف يتكلم. هو النيابه العامه قرارها ايه؟ تعيين اداره ماليه، تمام؟ عارف يعني ايه اداره ماليه؟ يعني كانه مدير مالي، مجلس الاداره يعني موظف عندنا، مش انا اللي عنده موظف بيديني مصروفي، وكلكم ساكتين. كله اول مره في تاريخ الزمالك يتعمل له لجنه من الموظفين تديره، كلكم ساكتين ولا حد فيكم بينطق، وسايبيني لوحدي عمال اخوض المعارك دي كلها، وانا اكثر واحد ممكن اقول امشي. ايه وجع الدماغ اللي انا فيه دوت؟ ايه القرف اللي انا فيه ده؟ انما عشان انا زملكاوي بجد
مش بمثل ان انا زملكاوي متحمل. يا اخي ده انا قاعد في مكتبي لغايه دلوقتي بتاع المحاماه وعمال استقبل الناس، تمام؟ انا راجل فاضي وراجل عضو مجلس نواب ومتحمل اشاعات. ده مرتضى منصور رفع عنه الحصانه اصل المخالفات الماليه، وانا فاضي قله الادب دي وكلكم ساكتين سايبين رئيس النادي الرمز بتاعكم. يعني انت بتلقي الاتهامات على الناس كلها. انت ما تتكلمش خالص، انا مساء صوتك. لا انت طب ما في ناس بتاخد عمولات في النادي يا سياده المستشار. هات لي واحد ياخد عموله، هات لي واحد. ما تعرفش انت حد يعني؟ هات لي واحد، قول لي مين اللي معاه عقد شركه موثقه ومعتمده اسمه وكيل لاعبين. ما عنديش حد ياخد عمولات. مجلس الاداره اشرف من اي حد يتكلمش عن حد في مجلس الاداره. طيب ماشي، يبقى ما برضه لا تلقي الاتهامات على الناس يا سياده المستشار. انت بتلقي الاتهامات على الناس كلها. لا مش اتهامات. انت عندك حكم محكمه على حد؟ انت طلعت واحد خد عمولات، مش ده عنده عيله واسره وبيت زي برضه ما غيرك عنده عيله واسره وبيت؟ ومعاه اللي ترخصه بتاعته من اتحاد الكوره. ما عنديش حد مجلس الاداره بياخد عموله يا خالد. ده اسمه فساد. وانا اصلا ده انا متالف كتاب عني مرتضى منصور ضد الفساد. هات لي اسم واحد وانا اقطع رقبته دلوقتي. ما عنديش حد ياخد عمولات. انما لو عندي وكيل ايوه معاك رخصتك بذل جهده، امال اتحاد الكوره عامل له رخصه ليه؟ تمام؟ بياخد مبلغ. وبعدين ده المفتري في موضوع العمولات، يعني اللي بيطلب مليون بديله 100,000. واخد بالك يا راجل؟ ده عموله اسمه زفت تامر النحاس لغايه دلوقتي علي جبر انا مش عايز اديها له برغم في عقد وفي عقد وجاب عقد عشان مش هديها له. بس عايزين مني ايه؟ انا عايز عايزين مني ايه؟ فين الزملكاويه؟ فين الرموز؟ ايه اللي اعرف اللي انا عايش فيه دوت؟ ايه رأيك يا ابو الصحاف في اللي سمعته؟ ايه رأيك في الشجن والغنى والطرب اللي ما بين الاتنين، خالد غندور ومرتضى منصور؟ ده بيتهم ده وده بيشتم ده وده بيقول له مش عايز اسمع حسك، وكل ده وكلهم قاعدين مستمعين. الاخ محمد رجب يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك، حته دين قاعده وهزه راس، بسم الله ما شاء الله. ربنا ما يحرمك من هزه راسك يا جدع. ايه الحلقه؟ طب قول اي حاجه، طب قول لهم اهدوا يا رجال، ما ينفعش كده. فضحتوا النادي، فضحتونا وعرتونا وكشفتونا قدام الدنيا كلها. منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل. وارجع واقولها، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك يلا يا ابو الصحاب ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.